دكتور عبد الرحمن حجر والدكتور ابراهيم شامي. ابراهيم شامي. دكتور، هذا انت تقول انه كان من طلابي، صح ولا لا؟ هو اللي يقول كان من طلابي. انا اقول هو من اول يوم هو استاذ لنا. ما زلت اقول انا من طلابي. طيب الحين بيسالون كثير، من الاكبر انت ولا هو الاكبر في القدر وانا الاكبر في العمر. الله كلكم والله قدركم على الراس. دكتور، انت تشيد بهالرجل بشكل عجيب جدا. صحيح. ايش الموضوع؟ انا اشيد فيه لان العالم كله يشيد فيه، ما هو شيء يعني انا اقوله، لانه يعني احنا في اصعب الحالات واعقدها نستشيره فيها، وفي العمليات وسط العمليات اذا صار في صعوبه نتصل عليه، دكتور ابراهيم ايش نسوي في الحالات اللي زي كذا؟ حاله ما نقدر نسويها ناديه يكون معنا في العمليات، يجينا من المستشفى اللي هو شغال فيه، المستشفى اللي احنا شغالين فيه ونكون بجنبنا يساعدنا في الحالات هذه. الله المستعان. كلمني في المستشفى انه جانا المفخرة الوطنية ساعدنا في العمليات اللي زي كذا. الله اكبر. دكتور، انت اي مستشفى تعمل فيه؟ في مدينة الملك فهد الطبية. المفروض مدينة الملك الطبية هذه يسووا لك تمثال يحطونه في المدخل، لأن عندهم والله لأنه دكتور عظيم جدا وإمكانياتك وقدرات عالية جدا دكتور. وهذا مو بشهادتي، أنا ما أفقه شيء في الطب والله، ورحم الله امرأ على قدر نفسه، لكن أنا قاعد أشوف ردود فعل الأطباء واستشارتهم، يجون يستشيرونك ويسألونك، فهذا شيء عظيم. أنت في مدينة الملك الطبية؟ في مدينة الملك فهد الطبية. أيوة. طيب أنتوا خلال 3 أيام أجريتوا كم عملية؟ لا، في يومين. يومين فقط. أجرينا 30 عملية. 30 عملية. 30 عملية. زراعة قوقعة. هذه تجرى في المراكز العالمية في سنة كاملة. في سنة كاملة يسوونها. الله يا دكتور، يعني على هالإبداع، على هالعظمة وشهادة هالبروف لك إنه أنت تفوقت على معلمة، هذا شيء عظيم جدا. هذا تواضع منكم لأنكم كلكم ما شاء الله قدركم عالي، لكن والله إننا نقف احترام وإجلال وتقدير لك ولهالدكتور. 30 عملية في يومين تم إجراها، وتم الاختبار، وتم تركيب السماعات، وتم نجاحها بفضل الله سبحانه وتعالى، وشفناه مصور وشافوه العالم كله، وكل هذا التواضع. يا أخي هذه مصيبة. أجل أنتم لك يعني هذا اللي كان في السوشيال ميديا من ما ودي أتكلم، كان الآن هذولي يا الله كل ميسر لما خلق. عموما أنت في مدينة الطبية يا جماعة اللي عنده أطفال وما يسمعون، زراعة قوقعة، هذا الرجل عظيم، هذا الرجل لا يفوتكم، روحوا له طبيب سعودي ما شاء الله وبشهادة السابع. بس لا، هذا مخلينا الحالات الصعبة المعقدة، زراعة القوقعة عدد الضعاف اللي زينا نمشيها. لا، هو نبي الحالات الصعبة المعقدة. بدينا احنا في مدينة الملك فهد زراعة جذع الدماغ ما بعد القوقعة. الله المستعان، الله المستعان. الحمد لله البرنامج. يا أخي تحية لك ولمدير المستشفى المدينة فهد الطبية وللعاملين فيها، والله العظيم أنت فخر لنا. أنا العجيب واللي سمعته أنه في بعض الأطباء يا دكتور جونا هنا ما كان في إجازات لهم، فقدموا من إجازاتهم الخاصة. دكتور واحد منهم تمزح، طالع إجازة. المستشفى ما قصر حقيقة يعني. وقع الإجازات كلها. الله المستعان. أسأل الله يجعلها في موازين أعمالك. وترى والله أننا نفخر فيك، ترى ما خلاني أسوي هاللقاء يا دكتور إلا كلام هالرجل العظيم، إنه قاعد يهذري فيك، يقول الرجل هذا شيء عجيب. يا جماعة أنتم شايفين الرجل الهادي هذا المستكن، ترى هذا مخ عظيم مسوي شيء عظيم. فأسأل الله يبارك في صحتك وفي مالك وفي عيالك وفي علمك، وترى والله أننا نفخر في أمثالك والله العظيم. بس الدكتور عبد الرحمن قبل شوي كان يسوي حركة معي، وش يا دكتور؟ يعني ايش يا دكتور؟ هذا حال الناس اللي ما يسمعون. بعد زراعة القوقعة صاروا يسمعون. الله المستعان. الله يبارك في جهودك، الله يبارك في جهودك.